السلام عليكم ورحمة الله وتعالى وبركاته متابعين القناة. اليوم لدي لكم نصيحتان. النصيحة الأولى: هل أنت شخص مبدع؟ والنصيحة الثانية: كيف تكون شخصا مبدعا؟ لكن قبل تفاصيل أنا مرجو الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. الإبداع، نعم الإبداع هل يتقصر فقط على أنشطة فنية كرسوم؟ حتما لا لا، فحتى العلم بيزنس يتطلب رائدا مبدعا. ولكن ما هو الإبداع؟ لن أطيل عليك الكلام. باختصار، الإبداع فهو التفكير الخارج الصندوق، أي أن تمتلك قدرة على الملاحظة والنظر إما لا ينظر إليه الباقون. والآن، ما هي مهارات تفكير الإبداع؟ التفكير التحليلي: أن تكون لك قدرة على التمحيص جميع الجوانب مشكلة بعناية، الفهم ما تعنيه كل جزئية. نرى هذه المهارات كثيرا في المحققين والباحثين. انفتاح: تنطوي إبداعية على التفكير في أمور لم يأخذها أحد بعين الاعتبار من قبل، وهناك لابد لك من أن تنظر للأمور من حولك بعقلك، بمن منفتح وبطريقة جديدة تماما. ثالثا، الحل المشكلات: لا يبحث أرباب العمل عن أشخاص موهوبين والمثيرين للإعجاب وحسب، بل إنهم يرغبون في توظيف أشخاص مبدعين قادرين على حل مشكلة مرتبطة بالعمل. رابعا، التنظيم: أن تكون قادرا على هيكلة خطة العمل ذات أهداف، مواعيد نهاية واضحة، هو الأمر في غاية أهمية. خامسا، التواصل: لن يقدر أحد أفكارك الإبداعية أو الحلول الإبداعية التي أتيت بها إلا إذا امتلكت القدرة على إيصالها بفعلية لأشخاص معنيين بهذه الحلول. أخبرني عن هل تمتلك أي مهارات إبداعية؟ النصيحة الثانية: الإبداع. هل تتذكر في المنشور السابق كيف عرفت لك الإبداع؟ نعم، إنه تفكير خارج الصندوق. لكن بنظرك، هل أنت تظن الإبداع هو صفة وراثية أم مهارات يمكن اكتسابها وتطويرها؟ الجواب نعم. فالتفكير الإبداع بمهارات قابلة للاكتساب والتطوير وبالتدرب والتمرين، وسأخبرك كيف ذلك. واحد: اقرأ عن المجهول، أي اقرأ عن المواضيع خارج النطاق اهتماماتك وتخصصك. تطرق إلى مواضيع جديدة، فلا شك أنها ستمدك بوجهة نظر جديد، تسهم في توليد أفكار إبداعية ومختلفة في رأسك. ثانيا، أفرغ ما برأسك. خذ ورقة وقلما وابدأ بكتابة. لا يشترط أن تكتب عن موضوع معين، فقط أفرغ على الورق كل ما يخطر ببالك من أفكار. ستتفاجأ في النهاية بطاقة إبداعية كبيرة، وستلاحظ تدفق المزيد من الأفكار مبدعة في رأسك. ثالثا، اذهب إلى السينما، لأن مشاهدة فيلم خيالي على الشاشة العملاقة ستشعرك بأنك جزءا من الفيلم. ستعمل بلا شك على التوليد كثيرا من الأفكار مميزة في رأسك. رابعا، استمع. تملك في خطياتها الطاقة التحفيزية، يمكنك أن تخرج وتحرر أفكارك الإبداعية المحبوسة داخل رأسك. اذهب إلى حضن الطبيعة. تؤكد الدراسات الوحيدة بعد أخرى على أثر الألوان على التفكير والحالات المزاجية لشخص. والنصيحة لك: احرص على قضاء بعض الوقت خارج في أحضان الطبيعة، ولاحظ أثر ذلك على مهارات التفكير الإبداعي. لذلك، العصف الذهني: حدد موضوعا معينا، ثم هات الورقة وقلما ودون كل فكرة، ودون كل فكرة وقعت في رأسك. لا تحتقر أي فكرة كتبتها، فلن تدري إلى ماذا ستتحول بعدها إن طورتها وعملت عليها. هل تعلم، تمر بنا آخر حزز من الإبداع. أتمنى أن يعجبكم هذا المواضيع. نلتقي في مواضعنا أخرى واهتمامات أخرى ونصائح أخرى وقصص أخرى للحياة، لكي نتعلم منها في هذه الحياة. إلى اللقاء.